ايه الفرق بين ميديا باير بياخد 5000 جنيه وواحد تاني بياخد في الشهر 50000 جنيه؟ ثانية واحدة، هو في حد ممكن ياخد في الشهر 50000 جنيه؟ بتهرج. طبعا في واكتر من كده كمان، في ميديا بايرز اعرفهم بيبقوا متفقين على نسبة من المبيعات او النت بروفيت اللي هو صافي الربح المتحقق. يعني الناس دي مرتبها في الشهر ممكن يكون 20 25000 جنيه، والنسبة اللي بياخدوها في الشهر ممكن يخش في الشهر في 100000 جنيه واكتر. فنرجع تاني للسؤال، ايه الفرق بين ابو 5000 وابو 50000؟ الفرق ان ابو 5000 جنيه ده مجرد واحد بيعمل اعلانات بس. بيجي العميل يقول له انا عايز بالبلدي كده امول المنشور ده، يقول له حاضر، يقوم واخد المنشور وعامل له بوست بس كده، عامل له اعلان. اطلع بقى رجاله ستات، اطلع صرفه كده خلطبيطه مش مشكله، انا هشغل اعلان وهاخد نسبه او هاخد مرتب والموضوع منتهي. حتى بيتفقوا على نسبه من المنصرف الاعلاني، صرفت يا باشا 5000 جنيه، حاضر ليه 10%، 500 جنيه تقول على كبوته. طب هل انت بعت؟ ما يفرقليش. هل العميل كسب؟ ما يفرقليش. هل العميل ده هيكمل معاك شغل؟ ما يفرقليش. دي عقليه اللي بياخد 5000 جنيه، بياخد الحاجه زي ما هي، يحط لها اعلان وخلاص، والاسم ميديا باير. لكن التاني ابو 50000 عنده نظره بزنس اونر، نظره كانه صاحب البيزنس. لما بيجي له العميل يقول له انا عايز امول المنشور ده، بيقول له ثانيه واحده، البوست ده عايزين نغير فيه واحد اتنين تلاته. انا مش هعمل اعلان للبوست ده، انا عايز للديزاين ده، للفيديو ده، انا عايز 5 ديزاين، عايز 5 فيديو، عايز معايا كريتيفز كتير ابدا العب عليها، عايز حد كونتنت يجي يشتغل معايا عشان نبدا نكتب كونتنت مختلف يخاطب سيجمنتس او شرايح مختلفه، نعمل اوفرز مختلفه، نعمل تارجتنج مختلف، نعمل انجلز او زوايا مختلفه. تعالى نعمل فيديوهات للريتارجتنج، نعمل اعاده استهداف للناس اللي اشترت مننا قبل كده نخليهم يشتروا تاني. تعالى نعمل عروض معينه للناس اللي دخلت عملت مثلا اد تو تشيك اوت او اد تو كارت او ايا كان اللي عملوه، او دخل حتى بص على المحتوى اللي عندك على الويب سايت ومشي. كمان الحاجه الثانيه ان هو بيقرا ارقام. ابو 5000 جنيه ما بيقراش ارقام، بيعمل الاعلان وخلاص. تفاعل معاه رجاله اكتر من ستات، اي دونت كير، انا مالي. تفاعل معاه القاهره احسن من اسيوط، اي دونت كير، وانا مالي. لكن ابو 50000 بيقرا الارقام، يشوف انهي محافظات تفاعلت معاه اكتر ويبدا يزود عليها البادجت او يعمل لها كامبينز او اد سيتس مختلفه. بيبدا يشوف مين تفاعل معاه اكتر، رجاله ولا الستات، انهي فئه عمريه عشان يبدا يركز عليها المره الجايه، انهي مواضع اعلانيه بتكونفرت معاه اكتر، الفيسبوك اكتر او انستجرام، فين جوه فيسبوك، في الستوريز احسن ولا في الفيديو ولا في الهوم ولا فين. بيبدا يشوف الارقام دي وياخد بناء عليها قرارات يحسن بيها من اداء الاعلان القديم او يبدا بيها الاعلانات الجديده. هو ده الفرق بين ابو 5 وابو 50.